تعرض سائح إسباني للاعتقال بمدينة مراكش صبيحة اليوم الثلاثاء. كان يبحث عن علم لجبهة البوليزاريو الانفصالية بين البازارات بالمدينة الحمراء بمراكش. في التفاصيل، تقول مصادر محلية أن السائح الإسباني فاجأ صاحب بازار بشارع محمد الخامس بطلبه الغريب، ما دفع الأخير إلى إبلاغ السلطات المحلية بالملحقة الإدارية جليز التي انتقلت إلى البازار المعني للوقوف على حقيقة الأمر. وفر علمها بالواقعة، انتقلت عناصر الدائرة الأمنية الأولى إلى عين المكان بعد التنسيق مع السلطات المحلية، وأوقفت المواطن الإسباني حيث تم اقتياده إلى مقر الدائرة وفتح تحقيق بخصوص دوافعه وأسباب إقدامه على البحث على علم جبهة البوليزاريو الانفصالية.